يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني انا اسراء علاء. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل بطاطس بطريقه تحسوا ان انتوا بتاكلوا كفته يعني. عندي دول تقريبا 3 بطاطسيات وسط، او يعني عايزين الكميه اللي انتوا عايزينها يعني. دي كزبره مقطعاها، توابل ملح فلفل، بصل بودر، توم بودر، كمون، كزبره، بابريكا. آه وفي ورا نشا، دقيق، معلقتين نشا كبار، معلقتين دقيق كبار، معلقتين بقسماط كبار. البقسماط ده اللي هو آم، الفينو اللي بحمصه وبطحنه، ومعلقه بيكنج باودر صغيره. طبعا الدقيق لو عايزين تقللوا كميته براحتكم يعني. ههرس بقى الكلام ده كله مع بعض. طبعا يعني انا هرست الاول البطاطس بالهراسه. يفضل ان انتوا يعني اول ما تطلعوها من الميه تعملوها على طول عشان تبقى سهل في الهرس. طبعا يعني يستحسن نعجن الكلام ده كله بايدينا، يعني عشان ايه؟ الموضوع طلع صعب شويه بالسباتولا يعني. الدقيق لو عايزين تقللوه مثلا يبقى معلقه دقيق واحده، عادي مفيش مشكله. هرست انا بقى كله الكلام ده كله ماشي، وهبتدي اعملها صوابع. طبعا يعني الشكل اللي انتوا عايزينه، عايزينها صوابع، عايزينها كور، عايزينها مدورة، يعني براحتكم يعني. آه، عملت معايا كمية حلوة، كمية كبيرة يعني. تمام، بعد ما صبعتها كده هحطها في الفريزر شوية تمسك نفسها يعني. هي ماسكة نفسها بكل الحاجات اللي احنا عاملينها يعني. هعمل كمان بقى جنبها مكرونة. المكرونة كان طعمها حلو قوي. دي صلصة على حسب طبعا المكرونة اللي انتوا عايزينها. في ناس بتحب المكرونة حمرا زيادة، في ناس بتحبها وسط. حطيت زيت وزبدة. هحط ملح بقى وفلفل اسمر وبابريكا. بص بقى اللي هينقل المكرونة طعم المكرونة يعني في حتة تانية، التوم البودر والبصل البودر. الاول انا كنت بجيبهم ما بستعملهمش قوي، بس صراحة يعني بيخلوا طعم الحاجة في حتة تانية يعني. جربوهم. يعني لازم يبقى التوم باودر والبصل باودر من التوابل الأساسية عندكم يعني. حطيت معلقة هريسة، طبعا لو مش عايزين براحتكم يعني. دي نص كوباية من سلق المكرونة، برضو بتديها طعم حلو قوي يعني، بتخليها كده جوسي شوية يعني. بس مجرد ما المكونات دي كلها تندمج كده مع بعضها هنزل المكرونة واقلبها في بعضها كده لحد ما كلها يبقى داخل فيها المكرونة يعني. وطريقة ان انا اقلب كده، مش هقعد اجيب يمين شمال، دي بتوزع الصلصة كويس يعني. حطيت هنا بقى طبعا بيض وبقسماط، طبعا هو البقسماط اللي انتوا عايزينه بس. وهعملها كده كلها في بيض وبقسماط. طبعا لو انتوا عايزينها تحطوها في الفريزر بالطريقة دي وتخزنوها يعني، ومش هيحصل لها حاجة. زيت سخن بقى، لان انا كده كده عندي كل حاجه مستويه، انا بس عايزه لون من بره. دي بقى لو مثلا عاملين عزومه وعايزين نزود كده في المقبلات، طعمها رهيب يعني. انا عايزه اقول لكم ان اللي دقها افتكرها كفته يعني. ما افتكرهاش بطاطس يعني. فهي طعمها حلو جدا. من الوصفات السهلة، وكمان بنغير يعني في شكل البطاطس. الوصفة دي كانت زمان ماما كانت بتعملها لنا، بس ما عملناش بنعملها، مش عارفة ليه. المهم طعمها رهيب رهيب، جربوها. آم، الأطفال حتى هيحبوها، شكلها مختلف. طبعا عايزين بقى تعملوها سندوتشات، عايزين
جنبها مكرونة حمراء، وايت صوص، رز بشعرية وسلطة يعني اي حاجة يعني. بس جربوها، قولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير.